كما كتشوفوا المغرب مؤخرا ولا كيعطي اهميه كبيره لهذا المجال ديال صناعه الالعاب، بحيث انه كيشوف عنده هذا المجال هذا عنده عوائد كبيره اقتصاديا. فراه انت كمغربي او مغربيه الا بديتوا انكم كديروا راسكم في هذا المجال هذا وكتعلموا كيفاش صناعه الالعاب، فكون متاكد بانك مستقبلا راك غادي دير بلاصتك في مجال صناعه الالعاب. بحالاش انك غتصاوب كيم غتبيعها، انا الجيم ديالك الا كانت ناجحه فراه تقدر دير بها كومبيتيسيون سواء مع لي زوطخ جو، او انك تبقى تنظم دي كومبيتيسيون، سواء غادي تكون تكري شركه ديالك او انت غتكون خدام مع شركه، يعني غتكون كولابوراسيون معاهم. هادشي علاش فمرحبا بكم في هاد الباج هادي، غتعلمكم كيفاش انكم تصاوبوا الالعاب من الصفر للاحتراف. انا داير سلسله ديال صناعه الالعاب. الا كنت اول مره تشوف هذا الفيديو هذا فرجع راني ديجا بادي من الزيرو هاد السلسله هذه باش انك تبدا وتلحق علينا لهاد النيفو اللي حنا واصلين فيه دابا. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم تفعلوا بلا ما نوصيكم، راكم عارفين شنو غديروا. يلا نبداو. في هذه الحلقه هذه نعلمكم كيفاش انا درت هذا الباك باك ديال هذا الكاركتر هذه. كما كتشوفوا هو كيجري وهزها في ظهره، وفي نفس الوقت فيها واحد لونطين كيدور في الراس ديالها، يعني بحال شكل الرادار. وتبعوا معايا باش تشوفوا كيفاش درت ليها. اول حاجه غادي نمشي لهاد السبرايت شيت ديالي، وغادي نمشي للانسبكتور نعطيها 16 بيكسل بير يونيت، وغادي نهبط لتحت فلتر مود وغادي نعطيها بوينت نو فلتر، وغادي نبرك على ابلاي. مورا غادي نبرك على اوبن اديتور سبرايت وغادي نعطيها جريد باي كولوم سايز، وغادي نعطيها 64 اكس 64 ايكغيك، وغادي نبرك على سلايس وغادي نمشي نبرك على ابلاي. مورا غندير واحد دراك دروب لهاد البيكتشر ديالي من السبرايت شيت ديالي الكاركتر زاد تشيلدرن، وغادي نمشي عند السوتن لاير ديالها، غادي ندير اد نيو سوتن لاير. مورا غادي نبرك على ديك البلاص فاش غتعطيني هاد لاير 6 غادي نمسحها وغادي نسميها 6. من بعدها غادي نرجع وغادي نمشي عند السوتن لاير ديال هاد الباكيت ديالي وغادي نعطيها 6 في السوتن لاير ديالها باش تبان ليا مع الكاركتر. موراها غادي نمشي غادي نلعب سكيل والسايز والبوزيشن ديال هاد الباك هادي باش تجي مناسبه مع الشكل ديال الكاركتر ديالي. ومن بعد غادي نمشي غادي نجرح هاد جوج ديال لي بيكتشر وغادي نحطهم في الكاركتر ديالي، يعني في الباك ديال الكاركتر ديالي، وغادي يخرج ليا هذا الدوسي هذا وغادي نسمي الانيميشن ديالي وغادي ندير سيف. انا بالنسبه لي غادي نسميها باك باك انيميشن. وغادي نمشي عند السبرايت ديالي وغادي نبرك على رايت كليك في الماوس ديالي، غنطلع ليا هاد البارتي هادي، غنمشي لفوق عند كرييت وغادي نطلع عند انيميشن وغادي نمشي عند انيميتور كنترولر، وموراها غادي نسميه باك باك. وغادي نمشي عند الباك ديالي في هيراركي وغادي نمشي عند الانسبكتور ديالو وغادي نمشي عند اد كومبوننت وغادي نختار انيميتور وغادي ندير انيميتور كنترولر، غادي نجرو وغادي نحطو في هذا الانيميتور هذا باش تكون عندنا خدمه مقاده. وغندير واحد دبل كليك بالزربه على هذاك الانيميتور كنترولر وغادي تحل عندنا هذا التايبل ديال انيميتور. وشنو غندير غادي نجرح هذاك الانيميشن ديال باك باك انيميشن وغادي نحطوه هنايا وغادي يكون از الديفولت انيميشن. وغادي نمشي دابا نخدم الجيم ديالي وغادي نشوف واش الباك باك ديالي خدامه مزيان ولا لا. كما كتشوفوا ها هي راه خدامه مزيان والكاركتر كتحرك مزيان وعطيه العين، داكشي هو هذا كنهضي. المهم الا عجبكم الفيديو نتمنى انكم تفعلوا كومونتير لايك سيف وبارطاج، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. ولا كنتي اول مره تشوف هذه الباج هذه دير فولو، راه كتستافد بزاف في مجال ديال صناعه الالعاب.